السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم مع مسلسل ضربة معلم والحلقة 30 واحداث جديدة وسريعة. لو حابب تعرف اكتر كمل معانا الفيديو للنهاية، لكن قبل ما نبدأ الاحداث يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعيل الجرس على الكل علشان يصلك اشعارات القناة وتعرف احداث المسلسل اول باول، وكمان ما تنساش تضغط لنا لايك عشان ننزل لك اجمد المسلسلات والحلقات. ويلا بينا نبدأ الكلام، يلا بينا. في المشهد ده تباهي بترجع اول يوم ليها شغل في المشغل بتاعها، وطبعا اول ما بيشوفوها البنات كلهم بيباركوا لها وبيقولوا لها وحشتينا كتير جدا والف مبروك. وهنا خضرة بتقول لها مش كنت ترتاحي لك كمان يومين ثلاثة يا عروسة، لكن هنا تباهي بترد عليها بتقول لها عيب عليك يا خضرة، هو احنا صغيرين على الكلام ده؟ وبعدين علشان الشغل ومصلحة الشغل يا خضرة، وبعدين قعدة البيت ملهاش أي لازمة يا خضرة، وأكل العيش مهم. وكمان هنا تباهي بتسألها على أمل وبتقول لها عملتي معاها اللي أنا قلت عليه؟ خضرة بتقول لها ما تقلقيش من حاجة، وكل حاجة ماشية تمام التمام يا ست الكل. وهنا المشهد ده المعلم شردي بيقابل جابر وبيبارك له وبيقول له الحمد لله على السلامة يا عريس، أنا قلت إن أنت خلاص خدت قعدة البيت وحبيت قعدة البيت ونسيت الشغل والمعلم شردي، لكن جابر بيقول له لا يا معلم، قعدة البيت دي للنساوين للحريم مش لينا، احنا رجاله ونحب الشغل، وانت بصراحه وحشتني وقلت لازم اطمن عليك. على العموم كويس يا جابر انت جيت دلوقتي عشان انا عايزك في موضوع مهم. وبيقول له هنا خير يا معلم شردي، والمعلم شردي بيقول له انا هقول لك دلوقتي على كل حاجه. بياخدوا بينزلوا على المشروع الجديد او الموقع الجديد بتاع المشروع، وبيقول له يلا يا جابر استلم شغلك. فهنا جابر بيفرح جدا وبيشكر معلم شردي، بيقول له متشكرين يا معلم شردي جدا. وجابر بيبدا شغله وبيبدا حياته الجديده مع شغل المقاولات والمعمار. وهنا بسمه بتقابل الشخص اللي كانت معجبه بيه او بتفتكر ان هو معجب بيها، وزي بتعمل زي ما سلمى قالت لها توقع رجليه علشان يقع في حبها ويتجوزها. وهنا بسمه بتقول له طبعا لو انت جد وعايز تتجوزني فعلا تيجي تتقدم رسمي. فطبعا هو الواد لوني ولعبي بيقول لها هاجي كده على طول، مش لما نتعرف على بعض وناخد وندي مع بعض زي السكينه في الحلاوه. وهنا بيحاول يلمس ايديها، فهنا بسمه بتاخد بالها وبتحس ان في حاجه غلط وبتشد ايديها بسرعه وبتقول له ايه اللي انت بتعمله ده، انا اصلا غلطانه من الاول ان وافقت اجي اتكلم معاك وقابلك. وهنا غريب بيقابل المنصور وبيقول له يا منصور وانا استنى كتير ولا إيه يا باشمهندس؟ لكن هنا منصور بيرد عليه بقول لك يا غريب سيبني في حالي انا دلوقتي، انا دماغي مشغوله وفيها مليون حاجه. لكن غريب بيقول له سيبك في حالك ازاي؟ وبعدين انا لو سبتك في حالك الناس اللي معانا مش هتسكت، دي ناس طايله ومش هتسكت يا منصور. فمنصور بيرد عليه وبيقول له خلاص بقى يا غريب سيبني انا افضي دماغي وابقى اكلمك في الموضوع ده تاني، لان من ساعه ما المعلمه تباهي اتجوزت اللي اسمه جابر ده وانا دماغي مشيشه شويه، ولا كمان حد بيشوف التباهي ولا عارفين نتكلم معاه. فهنا غريب بيرد عليه بيقول له خلاص يا منصور معاك يومين وترد عليا، بس هم يومين يا باشمهندس لا يزيدوا ولا يقلوا، لان الناس دي ما بتهزرش وما بتلعبش وما بتقولش ياما ارحميني، مستعدين يعملوا اي حاجه. وفي المشهد ده المعلم شرطي بيقابل بنته ليلى، انا مش عايزك تقلقي من اي حاجه، وفي الاخر انتوا منصور اخوات، وهو كمان عمل كده في وقت عصبيه وزرابينه طالعه ما تقلقيش، لكن قلبه ابيض وحنين. لكن ليلى هنا بتقطع وبتقول له انا ما يخصنيش الكلام ده ومش عايز اوجع دماغي بالكلام ده كله، يا ريت تعرف ابنك انه ما يجينيش تاني ولا يتعرض لي، عشان المره الجايه انا هبلغ البوليس ومش هسكت له. وهنا المعلم شردي بيقول لها بس هدي نفسك شويه يا ليلى، وبيقول لها كمان انا عندي حل ممكن يرضيك. فبيقول لها تيجي تشتغل عندنا في الشركه وبكده هتبقى قدامي على طول وتحت عينيا، وعمر منصور ما يقدر يتعرض لك. فام ليلى بتتدخل وبتقول لها كمان ده حل كويس وجميل جدا وبتبقى قريبه من باباك. وهنا ليلى بتبص لهم وتقول لهم ادوني فرصه افكر. ولغايه هنا خلص الكلام، لكن ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات على الكل علشان يصلك اشعارات القناه